السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعين قناة هناء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم واحد العبارة عن الصداقة إن شاء الله. الصداقة الحقيقية هي عبارة عن زهرة بيضاء تنبض في قلوبنا وتنفتح بهم، ولكن لا تذبل إطلاقا. الصداقة ليست معناها البقاء مع الصديق الكثير من الوقت، ولكنها تعني أن تظلوا على العهد حتى لو كانت المسافات بينكم طويلة. الأشخاص الذين يثقون في الصداقة الحقيقية لا تربطهم إطلاقا لحظات الخصام، ولكنهم يبتسمون عندما يفترقون، لأنهم يعرفون جيدا أنهم سوف يعودون قريبا. الصداقة الحقيقية مثل العلاقة بين العين واليد، لو تألمت اليد دمعت العين، ولو دمعت العين تقوم اليد بمسح هذه الدمعة. سبحان الله. الصداقة الحقيقية مثل المظل عندما يشتد. الصداقة الحقيقية هي عبارة عن كلمة تسرح بها في خيالك، ولكنك سوف تصل إلى بحر لا يوجد له نهاية، أو كلمة تحلم بها باستمرار وتتمنى تحقيقها، كما أن حروفها ليست مثل كل الحروف. الصداقة الحقيقية لا يتم وزنها، سبحان الله، الصداقة الحقيقية لا يتم وزنها ميزان، كما أنها لا تقدر بأي ثمن، ولا بد منها لكل إنسان. سوف تظلين أقرب صديقة لي، فأنت توأم روحي، مهما فرقتنا الأيام سوف نظل أجمل توأم. يحسدنا الجميع على صداقتنا وحبنا لبعض. سبحان الله العظيم. الصداقة الحقيقية لا يتم وزنها بميزان، كما أنها لا تقدر بأي ثمن، ولا بد منها لكل إنسان. سوف تظلين أقرب صديقة لي، فأنت توأم روحي، مهما فرقتنا الأيام سوف نظل أجمل توأم. يحسدنا الجميع على الأيام سوف نظل أجمل توأم. يحسدنا الجميع على صداقتنا وحبنا لبعض. سبحان الله العظيم. هذه هي الصداقة الحميمة بين الصديقين. والله العظيم الصداقة فيها كل شيء، فيها الصداقة الحقيقية، فيها الصداقة الحميمة، لأن الصديق أكثر من الأخ. إذا كان عندك أو عندك صديقة أو صديقة، وهو سبحان الله تتعودي ليه كل شيء الأسرار ديالك، وتيكتم الأسرار ديالك كما تيعاود لك حتى هو، وتتخبي الأسرار ديالو، تتكون واحد الصداقة حميمة بيناتكم. سبحان الله العظيم. والله العظيم تيكون صديق أكثر من الأخ، أكثر من الأخت. سبحان الله. نتمنى اليوم هاد قصة هي عبارة ليست للمتعة. نتمنى إن شاء الله تعجبكم، نتمنى نكون خفيفة على قلوبكم وتوحشتكم وانتم أصدقاء الأوفياء. وما ننساش الأصدقاء ديالي عفوا، الأصدقاء ديالي الأوفياء في مجموعة الأوفياء. وأنا أقدم لكم هذه القصة الجميلة الحبيبة لأغلى ناس، حبيبتي هبة، وحبيبتي إيمي، وجوجو، وديليس، وفلوك، وفاطمة أم حسام، خويا عبد الله، خويا رضا، خويا حسام. المهم اللي نسيتو نتمنى منه إن أن أعتذر منه. أم أناس، حبيبتي أم أناس، شكون اخر، كويزين. المهم هادو هما اللي عقلت عليهم، ويسمحوا لي الاخرين اللي ما عقلتش عليهم. المهم
هادو اللي فكرتوا الاخرين راه في قلبي، كلكم في قلبي. الاصدقاء، مجموعه الاوفياء، مجموعه الاوفياء. نطلب من الله سبحانه وتعالى اللي لا يحرمنا في هذه المجموعه. احنا ماشي، احنا الاساس هو القناه، لا الاساس هو نكونوا رابطين واحد العلاقه اللي هي زوينه وحميمه في هذيك المجموعه. نتمنى اللي لا يحرمنا منها، ونتمنى نكونوا كما مجموعين فيها. يجمعنا الله سبحانه وتعالى في جنات الفردوس يا رب يا مولانا يا كريم. ونتمنى هذه القصه تكون خفيفه على قلوبكم، نتمنى تكون عجباتكم هاد القصة يا ربي. وشحال هادي غبرت عليكم، ولكن لي ظروف، والحمد لله والشكر لله. واخا راني تنقنت شوية الصراحة، تنشوف المشاهدة ما كايناش، ولكن بالاحباب والاصدقاء والله العظيم تنعزهم بزاف. داكشي علاش تنعاود نقول ماشي مشكل، نعاود ندير شي فيديو هكا ونلوحو ان شاء الله، ونشاركو مع احبابي ومع اصدقائي مع عائلاتي. الحمد لله والشكر لله. يا ربي غير تعجبكم. ما تنساوناش لي لايك، ما تنساوناش من البارطاج، ما تنساوناش من الاشتراك. اللي دخل القناه جديد اشترك في القناه فضلا ليس امرا. نتمنى تعجبكم هذه القصه. وما تنساوناش من التعاليق الجميله اللي بحالكم، التعليق الجميله اللي بحالكم ان شاء الله. اتمنى تعجبكم هذه القصه بزاف وبالمزيد ان شاء الله. لكن اتمنى هذا الفيديو يطلع ان شاء الله بمشاهده اكثر واكثر، باش ان شاء الله يكون عندنا واحد تشجيع عاوتاني باش نعاود نلوحو فيديوهات اخرين ان شاء الله بحول الله وبالصحه والراحه. هذا الفيديو ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.